طبعا انا هتستغربوا طبعا انا ليه بطلع بالشكل ده. فطبعا انا مش بقلد الاخت غنبوله والله ولا اي حاجه، رغم احترامي ليها طبعا، هي تعتبر في سن بنتي يعني، ومريم شخصيتها وكانت فكرتها جديده. بس الفكره ان انا حبيت احط شويه بس رتوش كده، يعني مداري برضه الجمال الفتان الواو اللي عندي يعني، والصوت العذب برضه نغير شويه نوع من التغيير، مش تجليد يعني. بالعكس التجليد مش بالعكس، معناه ان هي شخصيه ناجحه ما شاء الله عليها تبارك الله يعني، والناس بتجلدها. واتمنى يعني انجح زي نجاحها يعني. المهم احكي لكم مسيرتي في التعليم. الحمد لله كنت ماشيه كويس جدا جدا من ابتدائي واعدادي الحمد لله، وثانوي ما شاء الله تبارك الله نمسك الخشب. اخدت الثانويه ب5 سنين. دخلت الجامعه ما شاء الله برضه خدتها في 10 سنين، بس كان عندي ظروف وعذر يعني، كنت متجوزه وكان عندي بيت واسره وزوج والتزامات طبعا. بس ده مش مبرر ان في ناس بتبقى في طب وفي هندسه ونفس الظروف بتتفوق. الحمد لله انا كده بالنسبه لي قمه التفوق الحمد لله، مش بحبطكم والله، بالعكس انا بديكي دفعه بقول لك استمر، ما تخافش، ما تيأسي، محدش يحبطك. ما تفتكرش ان التعليم اخر ماشي، والتعليم مطلوب طبعا وكل شيء طبعا، وليه اهميه كبيره في حياتنا برضه، بس مش هو اخر الحياه يعني. الحياه مليئة فيها جوانب كثيرة غير العلم طبعا غير التعليم. والحمد لله بقوم وجع والحمد لله، وبمشي وخدت تجارب واشتغلت شغلانات كتيرة الحمد لله، لا بيأس ولا بكل ولا بمل. أي نعم ساعات بتصيبني بعض حالات الاكتئاب أو حالات اليأس بسيطة جدا جدا، بس الحمد لله بقوم منها بسرعة بسرعة فوق ما تتخيلوا الحمد لله يعني رب العالمين، وراضية وشاكرة ربنا سبحانه وتعالى. واتمنى ان كل الناس برضو ما تحبطش وما تيأسش، وما يا جبل ما يهزك ريح.